مرحبا بكم يا عصبة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالتنا جيدة. سنقدم لكم في هذه الحالة قصة مرعبة ومشهورة، فلا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الإشعارات لتتوصل دائما بكل ما هو جديد. أهيا بنا لنبدأ على بركة الله. لطالما أحببت الهدوء. قبل 5 سنوات انتقلت إلى كوخ صغير في منطقة ريفية بشمال ولاية نيويورك، بعيدا عن صخب المدينة. المكان واسع معزول، والغابات تمتد بعيدا خلف ممتلكاتي. الجار الأقرب يبعد أميالا، والأصوات الوحيدة التي يمكن سماعها هي حفيف الرياح بين الأشجار وزقزقة الطيور البعيدة. كان المكان يعمه السلام، وهذا ما كنت أبحث عنه. الصيد شغفي، وكنت أقضي معظم وقتي عند البحيرة الواقعة خلف منزلي. كانت البحيرة ملاذا مثاليا للهروب من كل شيء. لم أكن أمانع الوحدة، بل كنت أستمتع بها. يمتلك الكوخ شرفة كبيرة تطل على الغابة، وغالبا ما كنت أجلس هناك ممسكا بكأس من الجعة، أراقب غروب الشمس خلف الأشجار وأصغي إلى أصوات الليل. كان كل شيء يسوده السكون، حتى وقت قريب. بدأ الأمر منذ أسبوعين تقريبا. كنت جالسا على الشرفة كعادتي، أحدق في الظلام، عندما سمعت صوت تكسر غصن بعيد. لم أعر الأمر اهتماما، فقد ظننته غزالا أو راكونا. الغابة مليئة بالحيوانات، وكنت قد اعتدت على هذه الأصوات عبر السنين. لكن مع مرور الأيام أصبحت الأصوات أكثر تكرارا. في البداية كانت مجرد أصوات أغصان تنكسر أو أوراق تتحرك، أمور كنت أظنها عادية. لكن في إحدى الليالي سمعت صوتا مختلفا، صوت خدش قرب نافذة غرفة الضيوف. كان الصوت خافتا، وكأنه يحاول أن يكون متسللا. نهضت من مقعدي، ودقات قلبي تتسارع. انتظرت، لكن لم يحدث شيء آخر. أقنعت نفسي بأنه مجرد سنجاب عابر، رغم أنني لم أكن مرتاحا لهذا الشعور. دخلت المنزل وأغلقت الأبواب بإحكام. في الليلة التالية تكرر صوت الخدش، لكنه كان أقرب هذه المرة، وكأنه صادر من خارج نافذة غرفة الضيوف مباشرة. تجمدت في مكاني، أرهفت السمع، وأحسست بتوتر شديد لم أستطع تفسيره. ذهبت إلى النافذة وسحبت الستار قليلا لأتأكد مما يوجد بالخارج. أضاء ضوء القمر الأشجار، مسلطا ظلالا طويلة عبر الساحة. كانت الرياح ساكنة، وكل شيء بدا طبيعيا، لا حيوان ولا إنسان. هززت رأسي محاولا إقناع نفسي بأن الأمر مجرد خيال، ربما كان غصن شجرة أو نسمة عابرة. لكني لم أستطع التخلص من الشعور بعدم الارتياح. تواصلت الأصوات خلال الليالي التالية. لم يعد الأمر خدشا فقط، أصبح أحيانا طرقا خفيفا، كأن أحدهم يطرق على النافذة محاولا جذب انتباهي. كنت أستيقظ مذعورا، أمسك بمصباحي اليدوي وأتسلل عبر الممر المظلم نحو غرفة الضيوف. عندما كنت أوجه ضوء المصباح نحو الخارج، لم أكن أرى شيئا سوى الغابة الصامتة. ومع ذلك كان شعور وجود شخص ما قريبا لا يفارقني. بدا الهواء من حولي ثقيلا خانقا. ذات ليلة قررت أن أواجه الأمر. ربما كان مجرد حيوان، راكون ضال أو شيء من هذا القبيل. أمسكت بقضيب حديدي من السقيفة تحسبا لأي طارئ، وتوجهت نحو غرفة الضيوف. فتحت الباب بحذر، فاستقبلني هواء راكد، كأن الغرفة لم تمس منذ شهور. أضأت المصباح اليدوي، أفتش كل زاوية تحت السرير، خلف الخزانة، لا شيء. شعرت بشيء من الحماقة إلى أن لاحظت أمرا غريبا. باب الخزانة كان مواربا قليلا، مع أنني لا أذكر أنني تركته هكذا. انقبض قلبي. تقدمت بحذر، فتحت الباب ببطء، وأضاءت عيني شعاع المصباح شيئا عالقا في الزاوية الخلفية. قطعة قماش صغيرة ممزقة، داكنة اللون، وكأنها جزء من ملابس. انحبس نفسي في صدري. هل كان هناك أحد بالفعل؟ هل دخل شخص ما إلى غرفتي؟ تراجعت بسرعة وأغلقت الباب بإحكام. لم أعد أحتمل البقاء في الكوخ ولو ثانية واحدة إضافية. خرجت إلى الخارج آملا أن ينعشني الهواء البارد، لكن الغابة بدت وكأنها تطبق علي. حاولت أن أقنع نفسي أن كل هذا مجرد توتر وعزلة طويلة. نمت على الأريكة تلك الليلة، ممسكا بمضرب بيسبول بالقرب مني. الغريب أن تلك الليلة كانت هادئة أكثر من اللازم. في الليلة التالية قررت أن أكون شجاعا. عدت إلى غرفتي مصمما ألا أدع الخوف يسيطر علي. وبينما كنت أغفو سمعت مجددا الطرقات الخفيفة على النافذة. قفزت من السرير، أمسك بمصباحي وانطلقت مسرعا نحو غرفة الضيوف. هذه المرة عندما فتحت الستارة لم أرى الغابة فقط، بل رأيت ظلا، شخصا واقفا خارج النافذة، بالكاد يمكن تمييزه وسط العتمة. تجمدت مكاني، ودمائي تبرد في عروقي. استدرت مذعورا، عقلي عاجز عن استيعاب الموقف. من هذا؟ وماذا يريد؟ هرعت إلى الهاتف بيد مرتجفة، واتصلت برقم الطوارئ.
بالكاد استطعت أن أنطق الكلمات. أخبرتهم أن شخصا ما خارج منزلي، وأنني أعتقد أنه لا يزال هنا. أعطيتهم عنواني، وأخبروني أن الشرطة في طريقها إلي. أغلقت الخط، وبينما كنت أبحث عن معطفي، سمعت صوت خشخشة بطيئة في الردهة، خطوات شخص يتحرك داخل المنزل. لم أفكر مرتين، اندفعت نحو الباب الخلفي، فتحته بعنف وركضت بأقصى سرعة عبر الغابة. لم أتوقف لألتفت خلفي، كنت ألهث، أركض بحياتي نحو النجاة. وعندما وصلت إلى أطراف ممتلكاتي، أبصرت أضواء سيارات الشرطة تومض في البعيد. اختبأت خلف شجرة، أراقب رجال الشرطة وهم يقتحمون الكوخ بأسلحتهم المرفوعة. لم أجرؤ على العودة لمعرفة ما وجدوه. كل ما كنت أعرفه هو أنني لم أعد آمنا هناك. لاحقا اتصلت بالشرطة لأخبرهم أنني بخير، حتى لا يطلقوا عملية بحث عني. لا يزال الكوخ قائما وسط الغابة وحيدا، لكنه لم يعد موطني. في كل مرة أغمض عيني أسمع مجددا تلك الطرقات الخفيفة على النافذة. لا أعلم من كان هناك أو ماذا كان يريد، لكنني أعلم شيئا واحدا: كانوا ينتظرونني وما زالوا هناك. أدركت بسرعة أنني الوحيد الذي سمع الصوت، وإن كان هناك من اقتحم الشقة فليس هناك من سيتصرف غيري. لم يكن لدي أي سلاح، لذا أمسكت بزجاجة نبيذ فارغة وأخذت نفسا عميقا، ثم بدأت أتحرك ببطء نحو مصدر الصوت، وقلبي ينبض بقوة. عندما دخلت غرفة المعيشة، رأيت أن باب الشرفة الزجاجي قد تحطم تماما، وكانت هناك صخرة كبيرة في منتصف الأرضية محاطة بشظايا زجاج لامعة. لم أحتج لأي دليل آخر، كنت أعلم أن أمير هو الفاعل. ذهبت لإيقاظ أصدقائي، لكن من زاوية عيني رأيت مقبض باب الخزانة يتحرك قليلا. تجمدت في مكاني، أكثر خوفا مما كنت قبل لحظات. لم أكن أعتقد أن أمير سيجرؤ على أكثر من تكسير الممتلكات، وفكرة أنه قد اقتحم الشقة أرعبتني. كنت على وشك فتح الخزانة، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة واستيقظت هانتر وطلبت مساعدته. ذهبنا معا إلى غرفة المعيشة، لكن حين وصلنا كان باب الخزانة مفتوحا. نظرت حولي بجنون لكني لم أره. ثم مد هانتر يده داخل الخزانة وسحب سكين مطبخ ضخمة. كنت مصدوما. كان أمير يقف خلف الباب ومعه سكين، وربما كان ينوي إيذائي. كان يمكنه قتلني لو أنني فتحت الباب وحدي. كانت تلك أكثر لحظة مرعبة في حياتي. أيقظنا باقي من في الشقة وقمنا بتفتيش المكان لنتأكد من أنه رحل، وبالطبع استدعينا الشرطة، لكن النتيجة كانت مجرد تقرير رسمي. قالوا إن تدمير الممتلكات أمر شائع خلال ديلتوبيا، وإننا كنا مجرد ضحايا من بين كثيرين. قبل أن تسأل، أمير أوقف مشاركة موقعه مع رايلاند، لذا لم نتمكن من إثبات ذلك للشرطة. غادرنا في صباح اليوم التالي. كان هانتر قلقا للغاية على أخته وزميلاتها في السكن، خاصة بعد أن عرف أن أمير تمكن من التسلل مرة بالفعل. قبل أن نركب السيارة كتب هانتر رسالة طويلة إلى أمير. لا أريد أن أذكر محتواها هنا، لكن يمكنك تخمين ما قاله. الرسالة لم تصل أبدا لأن أمير حذره بالفعل. تحققنا جميعا من هواتفنا واكتشفنا أن أمير حذرنا جميعا، ولم نسمع عنه أي شيء بعد ذلك لعدة أسابيع، وكأنه اختفى تماما. لا أزال غير قادر على استيعاب كل ما حدث. رغم أن أمير يتظاهر دائما بالقوة، إلا أنه لم يكن عنيفا من قبل، بل دائما ما رأيته شخصا سلبيا. لكنه يعرف مكان سكننا جميعا، ولهذا ما زلت قلقا حتى أثناء كتابة هذا أنه قد يفعل شيئا خطيرا. سأرسل تحديثا إذا حدث أي شيء جديد.